سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع حلقتنا في هذه الساعة المباركة الغلو في نفقة الحج. نتكلم اليوم على مشكل كبير، وهو الأثمنة الباهظة اللي كتكلف كيمشيو بها بعض الناس، هما كيبغيو يمشيو بها للحج. أثمان باهظة لا تتصور. اللي كاين الناس كيكونوا حاجين شحال من مرة وكيوصل لأثمنة خيالية باش يمشي للحج. معنى المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أو كل عام يا رسول الله؟ فقالها ثلاثا فلم يجيبوا. قال: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال الحديث طويل: إنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن ملي حنا كنتكلموا على الحج مرة واحدة في العمر، ولا تابع الإنسان بين الحج والعمرة في بعض، نعم، لكن هناك أمور لا يتخيلها الإنسان. ملي كيوصل الحج بعض الناس الفرض الواحد ب 400,000 درهم و500,000 و600، يعني ما يعادل 40 و50 و60 مليون للفرض الواحد باش كيتقام عليه الحجة. اللي كيكونوا ربع الناس كتولي ب 200 مليون يعني. والناس في بعض الأماكن كتضيع، خصو باكية ديالها ما يقدرش يشريها، ولذلك هذا كيوصل للتبذير. حيت ملي كيولي التبذير، هذا التبذير ملي كتولي كتوصل لواحد القيمة مضوبلة على القيمة ديالها الأصلية ب4 المرات ولا 5 الفرد الواحد. هذا لا يعتبر حجا. كيمشي ويجي إنسان حيت لا مشى حج وجا، وخاصة إلا كان بخيل كتلقاه ما كينفقش، ولكن يقدر. هذا كنتكلموا على البخيل ماشي الشحيح. البخيل هو اللي كينفق على نفسه ولكن ما كيعتقش غيره. ملي كتجي الضربة ديال الحج وكيبغي يمشي كيتقام عليه 100 مليون ولا 100 وزيادة ولا أكثر باش يمشي للحج. هو فايت حاج شحال من مرة. هنا كيوصل للتبذير، والتبذير راه كيوصل لواحد الدرجة ديال الدناءة اللي كيولي هو خو إبليس واخا يمشي للحج. سيدنا ربي قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. غادي نشرحوا معنى التبذير. التبذير هو إضاعة المال في أشياء ما فيها منفعة. بمعنى أنا كنلقى ناس كتموت وكنقدر نمشي بواحد المبالغ كبيرة ندير دورة ونرجع، ولكن ملي كنجي هذاك الحج ما اشنو الدليل على ان الحج ما كيأثرش فيا ملي كتصرف؟ حيت ملي كترجع المحرمات الكبيرة والمصائب الكبيرة بحال ما درتي والو. يرجع من الحج اللي صارف عليه 50-60 مليون وتلقاه راه في شواطئ ميامي وفلوريدا ومربية وغير، وتلقاه في جهة أخرى. شتي فين المصيبة فين كاينة؟ هذا الشيء ماشي هو بيت القصد. المهم عندنا احنا هو التبذير في المال الكثير اللي الإنسان كيمشي به للحج، هو راه ما مقبول منه والو. حيت هذه المبالغ المفرطة اللي فايته القياس، هو مشى شحال من مرة كيتسمى غير عادة، ولا ما عنده ما يدير راه نمشي. ولكن فينا القبول من عند الله تعالى هو المهم. لأن ملي كتمشي بهذه المبالغ وكتخلي ناس ما عندهمش بجنبك، والله ما أفلح. قالوا: من يا رسول الله؟ ثكلت أمه. قال: من بات شبعان وجاره بجانبه جائع. غادي الحج ب50 مليون واكل واحد في مليار ما تخلصوش، ولا ب500 ولا 600 ما عطيتيش رزقه وغادي هربان للحج. واحد العدد ديال الناس كنت كنلقاهم تما في العشر الاواخر في الاعتكاف، ولقيت واحد منهم
وقلت لي انت علاش جاي معتكف هنا؟ اكيد هربان من شي حاجه. قال لي ما بغيتش نخلص الخدامه لان ما عنديش، هربت هنا وكان نعتكف بعد 10 ايام. قلت له وخليتي هذوك الناس وجاي هنا، راه هناك جاي كدي الطابع ديال الاجرام ديال اللعنه. الا غادي يلعنوك هذوك مره، راه هنا اللعنه غتدي 100,000، راه الحسنه ب100,000 والسيئه ب100,000. هربان هنا ومخلي الناس على رزق واكلهم رزقهم وجاي مضرك بالحرام. كنا هربتي لجهه اخرى، الا هربتي هنا مصيبه، راه كدي الطابع. ومن تما كيقول لك الحاج فلان علاش كيوكر ملي جا من الحج تفلس، هو راه كان مفلس عام شي قاليزي وفعلا كيجيب الطابع مقاد. على ملي كان عبد الله بن المبارك كان كيحج عام شي مره غادي للحج، هو يلقى واحد المراه عندها هزه واحد الدجاجه ميته، قال لها ما تحتك يا امه الله، شنو هذاك الشيء؟ قالت لي اترك الخالق، اترك المخلوق لخالقه يا عبد الله. قال استحلفك بالله على ان تريني ما تحت ثوبك. فاخرجت الدجاجه الميته، قالت يا عبد الله انا امراه ام ل6 من اليتامى وطرقت ابواب فلم اجد الا الذئاب، متى واحد ما اعطاني شي حاجه، فعمدت الى هذه الدجاجه الميته لاطعم بها صغاري. ورب العالمين يقول فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يعني ما جاع وما غادي يأكل، فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم دفع لها ماله كله، قال يا خذي هذا المال ديال الصدقات، وما مشاش للحج. عبد الله بن المبارك فرأى رسول الله في منامه فقال يا عبد الله إن الله كتب لك ثواب حجة، كتب لأصحابك ثواب حجة، وكتب لك ثواب 70 حجة. شوف هاد الربح الكبير. 70 يعني بزاف، ماشي 70 مقادة، لأن أعلى الدرجات فك رقبة، هو شي واحد تعتقه، ماشي عتق رقبة. عتق رقبة ما بقاش، فك رقبة هي واحد السيزه غتمشي تفكو، تخرج من المحل ديالو، خرجوه من دارو، يعني داتها ليه كتمشي تخلص وتردها ليه، فكيتي عليه عدد ديال الديون، فك رقبه. او اطعام في يوم ذي مسغبه، وقت الناس محتاجين، فرح الناس، ادخال السرور على المؤمن، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. اذا فاضاعه المال قد يكون الانسان آثما فيما يفعل. إذا كان حج شحال من مرة وصرف مصاريف وكيمشي بواحد المبالغ عالية ما كتدخلش للعقل، هنا حاجة أخرى لا يعتبر الحج. والدليل على عدم قبوله أنه ملي كيرجع أكثر من ما كان، حيث لا أي عمل خيري كيقرب الله تعالى يظهر أثره في تغير الإنسان، كيتغير هذاك المخلوق. أي عمل تعرف أهل في الجنة تعرف وجوههم نظرة النعيم، أي عمل كيظهر الأثر ديالو واضحا جدا. لكن ملي كتكون المصيبة الكبيرة على أن الإنسان كيمشي ويجي هو عرف أنه يدل ذلك على عدم القبول، ما مقبول منه والو. إذن تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على الحرير وذو علم ينام على التراب. يعني كان الديو الماء كنسقيو به ناس عندهم المساكنين على ضفاف النهر. إذا احنا اليوم هاد الإسرافات اللي كنديروا في الحج، الناس كيمشيو فايت حاج وكيمشيو بواحد المبالغ كبيرة، هذه غير النفس، خصو يمشي وصافي، ما عندي ما يدار أرى نمشي للحج. ولكن بهذه المبالغ المعينة الناس اللي كيمشيو ثم يعودوا حساباتهم في هذا الغلاء، وكن على يقين أن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لأن خصاص. واش إلا صرفتي أنت 2 مليون ديال الدرهم، يعني ما يعود 200 مليون، أتشري بها واحد 4 ديال البريطمات، أتشري بها واحد 8 ديال البارطمات ديال 25 مليون، وتفرقهم على
8 العائلات، غيبني لك الله بيت في الجنة. هاد 200 مليون اللي تقامت عليك ولا أكثر وكثار، إلا مشيتي بها أنت الاحتياف في 10 أيام وجيتي وأنت حاج لحجة الفريضة، غادي تصوب بها مدرسة، تساهم في تمدرس، تساهم في بناء مستوصف صغير في سبيل الله، تعلم بها عدد كبير ديال الطلبة يقراو على نفقتك. غادي يجي واحد يقولك أنا كندير هذا الشيء، والله ما كديرو، بالله كذاب. اللي قال لك انا راه كنديرو عاد كنمشي، الشيء اللي كيدير هاد الامور والله لا مشى بهذا الثمن، حيت كيعرف قيمه المحتاج. كيقول هذه انا درت 10 الناس، علاش ما نديرش 30؟ علاش ما نديرش 40؟ انا غنمشي ونجي وانا فايت حاج. اذا اشنو الواجب؟ هذاك الحج اللي مشيتي غير سنه، والواجب هو الخصاص اللي كاين داير بك. العمر، حنا العمرات راه كيمشيو ليها ب 30 40 الف في العمره، وكاين اللي غادي جاي اولف. والدليل على انه غادي جاي راه ما مقبول والو، هو ملي كيرجع لبلاصتو، وبالعكس كيولي اكثر. حتى ولاو كيغنيو عليهم كيقولوا ملي حجيتي عاد كزيتي، ولات كثار من داكشي اللي كتعرف. كاع اللي كيدير الخير في شي جهه معينه كيخمم ان ما يضيعش المال في حاجه اللي ما منها منفعه. كيقلب على التجاره مع سيدي ربي اشنا هي، هل اللي واجب عليا وهل اللي سنه. راه هذيك الحج اللي كتمشي ليه انت تخسر في هذه الملايين كلها غير سنه. انت الواجب راه كيتقدم على السنه. شوف انت دخلتي للجامع بغيتي تصلي تحيه المسجد، يلاه بغا تقول الله اكبر، هي تقام الصلاه، اش غدير؟ كتدخل في الصلاه ولا كتصلي؟ عندك السنه وعندك الواجب، الناس كيصليو، غتدخل في الواجب لانه مقدم على السنه. راه كذلك في المال، كاين الواجبات، اوجب الواجبات اللي محتاج بها الفقر، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم في النفقه العاديه، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في الزكاه. كون على يقين هاد الناس اللي كيمشيو بهذه المبالغ الطائله معظمهم ما كيعطيوش الزكاه وما كيحسبوش الزكاه شحال خصهم يعطيو. علاش؟ لان سيدي ربي طيب لا يقبل الا طيب. كتلقى ما عمرو سول على الزكاه، ما عمرو سول على حق الله شحال خصو يتعطى. اذا هاد الناس كيمشي كيخسر الدنيا والاخره، وكيخلي الواجب اوجب الواجبات وكيقلب على السنه. سنه ولست في حاجه اليها ما دام هناك موجود الخصاص. واخا كدير الخير، الا ادعيتي انك راه كدير الخير داك الشيء اللي كنقولوا وعاد كتمشي، كون كنتي من اهل ذاك الخير المعين ما تفكرش تضيع الفلوس. غادي يبان لك كما قلنا درتي مستوصف، علمتي الطلبه، درتي بعثت الناس يمشيو يقراو، قريتي، عالجتي ناس، تقول عالجت 20. اذا علاش غنمشي انا هذاك ال 100 مليون ولا 150 ولا 200 غادي نصرف، غتعالج لي واحد 300 اخرى ديال الناس. اذا 300 ديال الناس الا عالجتهم ودعوا معايا، راه عندك ثواب آلاف الحجات، 70,000 حجة عندك إلا دعوا معك هذوك الناس. واش عرفتوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اللي سولوه من هو خير الناس قال أنفعهم للناس. خير الناس أنفعهم للناس، هذا العمل المتعدي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سيدي ربي كيدير معنا تجارة، كيتاجر معنا. واش كتقدم العمل اللازم اللي عابينك وبين كتمشي أنت دير سنة على العمل المتعدي، العمل اللي فيه الأجر الكبير بزاف. سيدي ربي ملي عطانا على الدرجات قال فلاقتحم العقبة وما أدرك ما فك رقبة. قال أعلى الدرجات ديال الأجر أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وقت ما جاع، يتيما ذا مقربة، يتيم تعرفوا قريب، أو مسكينا ذا متربة غريب التربة. إذن لاش يكون إضاعة المال، سنتقربوا من الله تبارك وتعالى بشي حاجة اللي كيحبها، ونقلبوا على الواجب اللي من أوجب الواجبات، ماشي نقلبوا نلوحوا الواجب اللي هو مهم وكيمشي هذا انفاق، وهذه غير سنة مهما كانت. شي الحج وإن كان هو الحجة الأولى الفرض عليك، ما خص الإنسان يمشي بهذه المبالغ الكبيرة. 60 مليون لواحد، 70 مليون
الواحد باش كيمشي 50 60، ملي كتولي بهذه المبالغ كتمشي للفرد الواحد. انت بغيت تحج مالك ولا بغيت تحج بالطياره؟ تراك انسان. اذا الحجه الفريضه راك كتحجها، ولكن ما تبقى قدم الاولى فالاولى، قدم الحاجه اللي مهمه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وانتم تعلمون انه لا تزحزح قدم عبد حتى يسال عن 5، ومنه ماله مما اكتسبه فيما انفقه، منين جابوا فين حاطوا. واش تسحب راسك الا مشيتي بهذه المبالغ العاليه غادي راه غيسولك الله عليه، يقولك علاش هذه غير سنه. واش عرفتي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه، ومن راه غتحاسب على الشعره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقرئت وإن كان مثقال، خبر كان، وإن كان يعني مقدر خبر كان، وإن كان الوزن مثقال حبة من خردل. إذن احنا اللي بغينا نرجعوا ليه على أن هذا كيدخل في إضاعة المال وكيدخل في التبذير. والمبذرين كما إن المبذرين كانوا إخوان الشر، قال سيدي ربي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اللي مشى للحج مبالغ خياليه غير بوحده باش تضيع وهو غير حج نافله، راه يدخل في هذا المبذرين الذين كانوا اخوان الشياطين. حج نافله وحج التباهي. حج التباهي هو كيمشي كيدي معاه 50 جلابه في رمضان، كل نهار خصو يخرج بدله باللون الجلابه وتفصيل جلالب، كيخرج كل مره في لون. عرض الازياء في مكه، ولاو بعض الرجال الله يهديهم سابقين العيالات، كل جلابه كل نهار لابس جلابه وطالعه الفوق واللبده. هذاك مكان عباد الله ديال التواضع، ماشي مكان التكبر، ماشي مكان العرض العضلات فلان شكون. هذاك مكان الله تعالى قال في هذاك البيت تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. تما ما خصكش تستعلي على العباد، سير بواحد الجليليبه وشي حاجه باش تبدل باش تقضي الغرض. تال بلادك ولبس هذاك بيت التواضع ماشي بيت الرفعه. ما ترفعش على الله، لانك انت ملي كترفع على العباد وتبغي تميز باللبس فانما تتميز، تتكبر على الله في عباده. كتكبر على الله تعالى، ما كتكبرش على العباد. كل خصك الفجر باللبسه والظهر باللبسه والعشاء كل نهار خارج خصك تخرج باللون ديال الجلالب. عرض الازياء في هذاك المكان، وكيمشي الانسان ثم كيطبع الطابع ديال التفليسه وكيجي مكمل من تم وكيسحب راسو دار شي حاجه. وهذو من اللي قال فيهم السيد ربي قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. عند راسو كيقضي شي حاجه. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان كيزين ليه العمل وكيبان ليه راه كيدير شي حاجه، والنفس اماره بالسوء وغادي يمشي اش غيقولوا الناس. هذا الشيء كل شيء كيقول في سيد ربي في النهايه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ماشي هذا الشيء اللي قلنا، هذا الشيء هذو اللي كيمشيو بواحد الاموال طائله للحج، والله ليس بعمل صالح ابدا، انه عمل غير صالح ابدا. اللي كيمشيو بهذا واللي كيتباهوا على الناس بالحج بالانواع ديال اللبس، كل مره يخرج بلبس، والله انه يتنافى مع العمل الصالح. من كان يرجو لقاء ربه ما كيديرش هذه الامور ابدا، يكون متواضعا. هذا المؤمن الصالح اللي كيقصد البيت العتيق باش يعتقوا الله يوم القيامه، ما كيمشيش يتباهى على العباد. هذاك بيت التواضع. شوف غير الاحرام كل شيء لابس الابيض، ها كتحيد الابيض وكتبدا تبدل على الناس تما. هذاك المكان ليس مكان التباهي، ليس مكان التفاخر، ليس مكان التبذير. الا بغيتي تنفق نفق في بلادك، بغيتي تكثر في سبيل الله اعطي في بلادك، هي اولى لك. المقربين اولى. النوافل
غير خضره فوق طعام. الا مشيتي تسرفتي فيها بزاف على نفسك في نافله معينه، بكون كانت غير شي حاجه بغيت تلبس ولا بغيت تركب عادي، ولكن ملي بغيت تمشي للحج كنافله، راه الا مشيتي في مبالغ بحال شي كيقولوا 40 مليون و50 مليون و60 مليون لواحد وانت طالع، راك ما عندك والو، راك غادي وجاي، ما جو ابدا واش تجيب معك شي حاجه. علاش؟ لان هذيك نافله وخليتي الواجب اللي ديرو هنا وتدخل به الجنه. إطعام الطعام وإفشاء السلام، وخير الأمة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة، علاش ما كانش يحج كل عام؟ كان كيقلب الناس، يعطيهم أطعموا الطعام في رمضان يقضي الغرض. علاش ما كيمشيش؟ واش حنا أحسن منه؟ هل نحن أحرص على الخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. ما خلى ما قال، كون كانت في هذيك قال لهم دابا وتصرفوا. كاين امور اخرى اهم. ملي دخل المدينه المنوره اول حاجه قال ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام، اي نشروا السلام، وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. قدم الاعمال المتعديه، اطعام الطعام وافشاء السلام ولين الكلام. هذه امور كلها نقلبوا على هذه ذكر الواجبات. وهي والصلاه اللي هي قيام الليل وهي سنه خلاها هي الاخرى. وصلوا بالليل والناس نيام، يشوفكم حد. اما حج اليوم هو حج التباهي عند البعض، الله يهديهم. حج التباهي وكيصرف اموال، وتلقى هذه ما تطلق لهذه. بلي تقول لي على شي حاجه ديال الخير والله لا تطلق. تلقاه كارم ما عنده علاقه بالكريم، ولكن ملي كيجي الموضوع التباهي كتلقاه هو الاول. حجيت ب50 مليون الواحد، حجيت انا والمراه والدراري 200 مليون، يعني ربعه، حنا 4 ب200، حنا جوج ب100، وعاد 100 اللي كتصرف في الخوى الخاوي. اذا هذا هو اللي كيقول فيهم الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بلا خصو يفيق من القلبه وعرف شنو اللي واجب عليه، الامور اللي واجبه. نقدموا الواجبات في التجاره، نقدموا الربح اللي غنربحوا، ما نقدموش الخساره. الواجبات في التجاره هي انك تقلب على الواجب اللي عليك، اطعام الطعام، ونقلبوا على الضعفاء فين كاينين اللي محتاجين. ها فين خصنا نقلبوا، ونشوفوا الزكاه واش بقات الدوله لا ولا ما كنزكيوش ما عطيناش. نقلبوا الزكاه، ما نعطيوش لبعضياتنا هذا نشري ليه، لا، الزكاه كتعطى للمستحقين، فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ها الناس اللي خصنا نقلبوا عليهم، ماشي كاع اللي تلقاه كاين الزكاه عنده شويه مخضخ ما كاين والو، كتلقاه كيمشي للحج ب50 مليون للفرد و60 مليون. باش غيقولوا الناس نافله، عا بغى يصرف دوك الفلوس. ولكن ملي توجهوا، ملي هذاك الشيطان اللي كيوجهوا تما، ملي كتوجهوا تقول لي هاد ال100 مليون، هاد المليون درهم وجوج المليون درهم اللي غتمشي، راه انت دير واحد شي حاجه، عاون في شي مدرسه، عاون في شي تطبيب، ساهم في الطب، ساهم في التعليم ديال ابناء شعبك، يلا ديال ابناء اولاد بلادك، يلا زين. علاش تمشي لجهه اخرى؟ كتلقاه قاصح. ملي كتوجهوا لهذه الجهه كتلقاه كارم، يقول لا نيشان. توجهوا لهذاك الخوى الخاوي كيصحابوك الشيطان كيقول لي راه هذيك هي اللي مزيانه، يقول لي هذيك راه مخيره سير ليها باش يصرف، باش عرف راسو ما عنده والو. هنا فين خص بنادم يفيق من القلبه. وهذا الشيء اللي بغينا نقولوا في الحج ديال اليوم. حج هاد الايام هذه كله مردود على اصحابهم الا من رحم الله. والسلام عليكم ورحمه الله.